مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله ابو كفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اكتمال الاستعدادات للاحتفال بذكرى عمليه فنقل التاريخيه. فرع العمل والرعايه الاجتماعيه بالجنوبي يقدم دعما يقدر باكثر من 21 مليون نقفه. انجاز اعمال تنمويه فاعله بالنفير الشعبي في عيله برعد. ترامب يلوح بالتدخل العسكري في فنزويلا. تheresa ماي مصممة على مغادرة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل. مقتل ركاب في خروج قطار عن مساره في شرق الهند. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. ستنظم فعاليات الذكرى 29 لعملية فنقل التاريخية في الفترة من 8 وحتى 10 من فبراير الجاري بمدينة مصوع تحت شعار فنقل معجزة تاريخية. وأوضحت رئيسة لجنة الاحتفالات بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر بأن المواطنين وإدارة مدينة مصوع حاضرة الإقليم ينشطون في نظافة وتزيين المدينة، فيما أكملت المرافق الخدمية استعدادها لتوفير الخدمات المطلوبة. ووفق البرنامج المعد، فقد أكمل سكان الضواحي الثلاث بمدينة مصوع استعداداتهم لاستقبال ضيوفهم من خلال إقامة السرادق ونصب الخيام. كما أشار مراسل إيرينا عن تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية منذ الأسبوع الماضي تخليدا لذكرى عملية فنقل التاريخية. وفي الختام، أوضحت رئيسة لجنة الاحتفالات بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر الجهود الجارية لتقديم خدمات المواصلات للزوار. أوضح فرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي خلال الاجتماع الذي عقده بمدينة مندفرة في 31 من يناير المنصرم عن تقديمه دعما نقديا وعينيا بقيمة أكثر من 21 مليون نقفة للتقليل من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأشار تقرير الفرع بأن الدعم الحكومي والأهلي يمنح الأولوية للجهات المحتاجة وخاصة أسر الشهداء واليتامى والمعاقين. ووفق التقرير المقدم، فقد تم تأهيل الأسر المحتاجة في 12 مديرية من مديريات الإقليم بالمواشي. كما قدم دعما آخر تمثل في شراء الزي المدرسي ودفع رسوم الدراسة للطلاب، وكذلك توزيع عربات الدفع الرباعي ل 550 أسرة من أسر الشهداء والأسر المحتاجة. وألقى مسؤول الفرع السيد هايلي جبر ميكائيل كلمة ذكر فيها كافة الأعضاء لمضاعفة أعمالهم من أجل التعرف على الإيجابيات وأوجه القصور وتعزيز البرامج المنفذة لحل المشاكل الاجتماعية للمواطنين، مشيدا بحملات التوعية والدعم الذي قدمته الجهات الحكومية للقضاء على العادات الضارة ودعم الجهات المحتاجة. ومن جهته، دعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بإدارة الأقليم الجنوبي الأستاذ غالب تسفسلاسي للدفع بالمبادرات المتخذة من قبل أعمال النفير الشعبي والإدارات للتقليل من مشاكل المواطنين. في إطار الجهود الجارية لاستقرار البيئة والحفاظ على الموارد، أنجزت في مديرية عيلة برعد العديد من أنشطة النفير الجماعي. ووفق التقرير المقدم في 30 من يناير المنصرم لممثلي الشعب والجهات الحكومية، أوضح عن إنجاز أنشطة تنموية فاعلة في ضاحية إيرا تحتاي تمثلت في إنجاز أكثر من 32 ألف متر مكعب من الحواجز المائية، وإصلاح مساقط المياه وبناء الخزانات المائية، وكذلك صيانة وإكمال 107 كيلومتر من الطرق المتفرعة وتمهيد الأراضي وغيرها من الأنشطة. وأشاد مدير المديرية السيد محمد حامد عشكراي بمشاركة الجماهير الفاعلة في تنفيذ البرامج الموضوعة، مذكرا بضرورة تأكيد الجاهزية خلال هذا العام من أجل إنجاز أعمال مضاعفة عبر أعمال النفير الجماعي. في غضون ذلك، نظمت حملة تطعيم لضمان صحة الماشية وتعزيز منتجاتها، حيث تم تطعيم 120 من الأبقار الحلوب وأكثر من 25 ألف من الماعز والأغنام، إضافة إلى أكثر من 32 ألف من الدواجن. كما قدم دعما عينيا لتحسين الاقتصاد المعيشي ل70 من الأسر المحتاجة، تمثل في عربات الكار والمواشي. وأشير إلى أن البرامج الموضوعة لهذا العام تتمثل في تجميع القرى المتناثرة وبناء خزانات المياه في ضاحيتي دنبهبتسين وعد بربري، وصيانة الطرق المتفرعة في 14 من إدارات الضواحي، وإكمال أنشطة استصلاح مساقط المياه في ضاحية إيرا تحتاي، بالإضافة إلى تسيير أنشطة فاعلة لبناء المدرجات والخزانات المائية في ضاحية حليب منتل وغيرها من الأنشطة التنموية.
أشيد بالدور البارز الذي لعبه التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية وخاصة المعلمين والمدارس في مديريات أفعبت ونقفة وقارورة وأدوبحة بإقليم شمال البحر الأحمر في تنظيم حملة التطعيم ضد الحصبة والحميرة وتوزيع فيتامين A التي انتظمت على مستوى البلاد في الفترة من 21 وحتى 30 من نوفمبر الماضي. وفي التقييم الذي جرى في 20 من يناير المنصرم بمدينة أفعبت، أشار مسؤول وحدة الصحة الأسرية والأهلية في فرع الصحة بالإقليم السيد زدنجل غورغوريوس إلى نجاح حملة التطعيم المرتكزة على الطلاب والأطفال. وفي التقرير الذي قدمه مسؤول متابعة الصحة مرفقا بالأرقام أن الحملة كانت ناجحة بفضل الحملات التوعوية التي جرت مسبقا، حيث تم تطعيم 336,900 طفل في مديرية أفعبت، و19,938 في مديرية نقفة، و9,789 في مديرية قارورة، و4,612 في مديرية أدوبحة. وأشاد المشاركون بالمساعي الحثيثة التي أبداها المهنيون الصحيون والشركاء من المؤسسات الحكومية، مناشدين لمنح اهتمام أكبر للمشاكل التي ظهرت في بعض المناطق البعيدة. يذكر بأن حملة التطعيم ضد الحصبة والحميرة وتوزيع فيتامين A نظمت على مستوى البلاد في الفترة من 21 وحتى 30 من نوفمبر الماضي. نظم سكان 9 قرى في ضاحيتي دب وإمباباريا بمديريتي تسارونا في الإقليم الجنوبي برامج أهلية مشتركة حول الإصحاح البيئي. وفي الاجتماع الذي أقيم لتقييم نتائج تلك الأعمال، أوضح عن تحقيق أحمال فعالة بفضل حملات النظافة الأهلية الجارية والتي لعبت دورا كبيرا في مكافحة الأمراض المعدية. ومن جانبه قال مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد هيلة منقشة أن البيئة النقية هي أساس المجتمع الصحي، مناشدا الضواحي المتبقية للسير على خطى تلك المبادرة التي اتخذتها ضاحيتي تبي وإمباباريا. وتشير المعلومات الواردة بأن 19 منطقة أنجزت برامج الإصحاح البيئي، ولا زالت الجهود جارية لتنفيذ البرنامج هذا العام في 26 منطقة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. خذوا معنا. على الصعيد العالمي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية متصاعدة، موضحا بأن التدخل عسكريا في فنزويلا سيكون قيد الدراسة. وأكد ترامب أن مادورو طلب لقاءه قبل نحو عدة أشهر، لكنه رفض مشيرا إلى أن الوقت قد مضى ولم يعد ذلك متاحا لأن عملية التغيير قد بدأت. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب إلى تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي. وكانت الولايات المتحدة وكندا وعدة دول بأمريكا اللاتينية قد رفضت نتيجة الانتخابات التي منحت مادورو فترة الرئاسية الثانية العام الماضي. ونفى مادورو في حديث تلفزيوني أن تكون بلاده تعاني من أزمة إنسانية، واتهم الولايات المتحدة بالسعي لزعزعة استقرار فنزويلا سياسيا واقتصاديا. ودعا الرئيس مادورو خصمه غوايدو لإجراء مباحثات مباشرة لحل الأزمة السياسية في فنزويلا. واعترفت واشنطن وكندا وعدد من دول أمريكا الجنوبية بزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. لكن مادورو يحظى بتأييد الصين وتركيا وروسيا التي حذرت من مقبة التدخلات المدمرة في الشأن الفنزويلي. قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها مصممة على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست في الوقت المحدد، وذلك قبيل المحادثات المزمعة مع الاتحاد الأوروبي حول مسألة الحدود الأيرلندية. وقالت رئيسة الوزراء أنها ستعود إلى بروكسل بتفويض جديد وأفكار جديدة وتصميم متجدد. ورأى بعض النواب أن بريطانيا ستحتاج إلى المزيد من الوقت للتفاوض بشأن خروجها لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وكان مجلس العموم قد وافق على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، أو ما يعرف بباك ستوب. ولكن ماي أصرت على أن موعد المقادرة لن يتغير، مؤكدة أنها ستنفذ بريكست في الموعد المحدد. وأضافت أن أعضاء البرلمان أرادوا أن تعود الحكومة إلى بروكسل لإعادة التفاوض على الاتفاق بعد أن صوت مجلس العموم لصالح وضع ترتيبات بديلة. قال مسؤولون في السكك الحديدية في الهند أن 7 ركاب لقوا حتفهم وأصيب آخرون عندما انحرف قطار متجه إلى دلهي عن القضبان في ولاية بيهار شرق البلاد.
وقالت وزارة السكك الحديدية في بيان لها أن 7 عربات من القطار خرجت عن مسارها قرب محطة سهاداي بوزورج التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن بانتا عاصمة الولاية. وشكل الحادث بداية سيئة للعام بالنسبة لقطاع السكك الحديدية الذي يواجه بالفعل مشكلات في الهند، فقد قتل 60 شخصا العام الماضي عندما دهس قطار مسرع حشدا على القضبان في شمال البلاد. ويعد سجل السلامة للسكك الحديدية في الهند التي تم مد أقلبها خلال العهد الاستعماري مروعا بعد عقود من قلة الاستثمار في البنية التحتية الآمنة للقطارات. وتعطي السلطات الهندية أولوية للإبقاء على سعر التذاكر منخفضا لنحو 23 مليون راكب يستخدمون القطارات يوميا في البلاد. احتفل متنزه سي وورلد مارين في أندونيسيا بالعام القمري الجديد بتقديم رقصة الأسد الصينية تحت الماء. ويتناول العرض أسطورة الأبراج الصينية الاثنى عشر وهو ضمن عدة عروض تقدم في المتنزه. وأدت الفرقة رقصة الأسد داخل حوض الأحياء المائية وسط آمال بأن يجلب العام الجديد الرخاء والوفاق بين مختلف العقائد والأحراق. ويأتي الاحتفال بالعام القمري الجديد في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية قبل الانتخابات المقبلة في أندونيسيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.